السلام عليكم أعزائي المتابعين. لا شك أن اكتشافات الغاز المغربي الجديدة من شأنه دعم إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي خلال المدة المقبلة، في الوقت الذي تنشط فيه عدد من الشركات المتخصصة في عدة مواقع، تمهيداً لوضع الآبار على خطوط الإنتاج من أجل تأمين الطلب المحلي المتزايد وتصدير الفائض إلى أوروبا. وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي قد تحدثت على أن المملكة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 300% إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في الأعوام القليلة المقبلة من 100 مليون متر مكعب حالياً، بما يوفر 40% من الاستهلاك المحلي. ونشطت خلال المدة الماضية عدد من الشركات البريطانية في عمليات استكشاف الغاز المغربي وسط خطط طموحة لزيادة الإنتاج لتأمين الاحتياجات المحلية والتصدير عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى القارة العجوز، وتوقف منذ نوفمبر من عام 2021 وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. مصادر رسمية قالت إن هناك اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقة تندرارة والعرائش بقدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاماً. وتمتلك شركة ساوند إنرجي التزاماً لمدة 10 سنوات من أول إنتاج للغاز لبيع كمية تعاقدية سنوية تبلغ 100 مليون متر مكعب سنوياً. وتشير التوقعات إلى وصول الإنتاج من الحقل ذروته عام 2026 بما يقدر ب 151 برميلاً يومياً من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي مع استمرار إنتاج الحقل حتى عام 2067. وفي منطقة العرائش يجري تطوير حقل غاز أنشوة على يد شركة شاريوت البريطانية التي توصلت خلال العام الماضي إلى كميات كبيرة من الغاز قابلة للاستخراج. وتوضح بيانات شاريوت أن إجمالي كميات الغاز القابلة للاستخراج في حقل أنشوة يصل إلى 1.4 تريليون قدم مكعبة. المغرب ماض في تحديث البنى التحتية لإنتاج الغاز هذا، ويخطط المغرب لتحديث بنيته التحتية من خطوط الأنابيب والموانئ لتأمين الإمدادات من الخارج، إذ وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في يونيو من السنة المنصرمة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي اتفاقية لمراجعة خريطة طريق الغاز الطبيعي وتنظيم شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة للغاز في البلاد. قالت شركة شاريوت البريطانية إن هذه السنة 2024 ستكون محورية وحاسمة بخصوص أنشطتها المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في المملكة المغربية، مشيرة عبر مديرها الفني دنكان والاس بأنها قد تساهم في تعزيز الأمن الطاقي بالمغرب. وقال والاس في حوار تلفزي مع قناة برواكتيف البريطانية إن النتائج واعدة في عدد من الآبار التي تجري فيها عمليات التنقيب في المملكة، سواء في التراخيص التي تمتلكها أو تلك المتعلقة بالتراخيص البحرية، مشيراً إلى أن مشاريع حفر ضخمة شرعت فيها الشركة بالمغرب. وجاء هذا بعد أسابيع فقط من كشف شركة شاريوت عن برنامج أنشطتها لهذه السنة 2024 والتوقعات الإيجابية التي تترقبها بشأن استخراج الغاز من الحقول التي تعمل بها داخل المغرب، خاصة بعد دخول شركة إنيرجيان كطرف مساهم ومشارك في أعمال التنقيب. وحسب بلاغ للشركة كانت قد توصلت الصحيفة بنسخة منه، فإن رخصة اللوكوس التي تمتلك شاريوت نسبة 75% منها و25% لصالح المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن، من المتوقع أن تبدأ الحملة الأولى التي تشمل حفر بئرين عملها بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام،
ووفق نفس المصدر فإن جميع الاستعدادات لبدء الحملة وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيراً إلى أن نجاح المشروع قد يفتح الباب أمام فرص عديدة مشابهة بإجمالي موارد يصل إلى 26 مليار قدم مكعب كأفضل تقدير للموارد المستقبلية المحتملة حسب التقديرات الأولية. وفيما يخص أعمال التنقيب البحرية، يقول بلاغ شاريوت فإن التراخيص عرفت بعض التحديثات، حيث أن مشروع تطوير حقل غاز أنشوا الذي يدخل ضمن ترخيص منطقة ليكسوس دخلت فيه شركة إنيرجيان كطرف شاغل بنسبة 45% و30% لشاريوت و25% للمكتب المغربي المذكور. وبالنسبة لترخيص منطقة ريصانة، فقد أصبحت شركة إنيرجيان تمتلك حصة 37.5%، وشركة شاريوت نسبة 37.5% و25% للمكتب الوطني المغربي للكربورات والمعادن. وبخصوص هذه التراخيص، فإنه من المتوقع الحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات المغربية على معاملة شراكة إنرجين قريباً، وعند الانتهاء من معاملة شراكة إنرجين سيتم دفع 10 مليون دولار أمريكي لشركة شاريوت، مشير الفريقين التقنيين لكل من شركة شاريوت وشركة إنرجين يعملان بشكل وثيق معاً على مشروع تطوير حقل أنشوا. وفي هذا الصدد يشير بلاغ شركة شاريوت بأن العمل المشترك مع شركة إنيرجيان يشمل حالياً التفاوض على عقد منصة الحفر البحرية وخدمات حملة الحفر والاختبار لعام 2024، والتي تستهدف زيادة التطوير إلى أكثر من 1 مليار قدم مكعب في حقل أنشوا. كما يجري حالياً القيام بتحيينات لدراسة مرحلة التخطيط والتصميم القبلية لمشروع تطوير الحقل، إضافة إلى دراسة اتفاقيات تسويق الغاز، بما في ذلك مفاوضات العقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع دراسة تطوير خطط برنامج البحث والاستكشاف عبر منطقتي ليكسوس وريصانة. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، شكراً على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم.